السلام عليكم. رجعت لكم في فيديو جديد. هذا الفيديو روتين من الصبح بكير، كتير بكير للمغرب. بعد المغرب ما قدرت أصور، فبدأت الفيديو بمقاطع مع ابني هيك أول ما فاق، كيف بدلت له غيرت له، بعد عطيته لأبوه لعب مع أبوه فترة منيحة، وبعدها أخذته أنا ونيمته. يا بنات، بما انه بدأت المقطع بفيديو مقاطع هيك لابني، فأمانة صلوا على النبي، قولوا ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الرحمن، صلوا على النبي. بعد ما لعب مع ابوه كتير منيح وتسلى هيك، اخذته انيمه. الامهات كلياتهم بيعرفوا انه اصعب مهمة للام اني تتنيم ابنها، بيكون كتير صعب، يعني بياخد وقت من يومنا، اغلب يومنا بنكون عم نقضيه ونحن عم نحاول ننيم البيبي. الله يحميهم ويحفظهم يا رب. احكوا لي انتو يا صبايا، كيف بتقضوا يومكم؟ عندكم بيبيات صغار؟ شقد عمر اكبر ولد عندكم واصغر ولد عندكم؟ يعني احكوا لي عنكم شوي، خلينا نتعرف على بعض بالتعليقات. انا اكبر ولد عندي عمره 16، الاصغر منه 13، وبعدها 9، وهذا لساته صغنون كتير. ما حكيتوا لي كم عمره، انتوا حذروا كم عمره، ما راح احكي لكم. هون بعد ما نيمته، طبعا بعد مجهود كتير كبير، هون صار تقريبا عنا الظهر، يعني قرب الظهر، راحوا الولاد على المدارس وانا بلشت بشغل البيت. دايما بيكون شغلي على الخفيف، يعني ما بضغط حالي بالشغل، كل يوم بشتغل شوي، كل يوم بشتغل شوي، ابدا ما بضغط حالي بالشغل، لانه عندي بيبي صغير واولوياتي اني اهتم فيه. يعني ولو اني قضيت كل اليوم معه بالنسبة لي عادي، اهم شيء اني اهتم فيه واقضي النهار معه. هون كنت عمال ببلش باللملمة الخفيفة. هدول كمان شلتهم خبيتهم. انا بستعمل لابني هدول كتير منيحين بنات، خاصة هي كتير منيحة وبتريح الطفل. يوميا الصبح بعمله اياها، بنظف له انفه فيها. هاي الغرفة قبل الترتيب، وفورا راح تشوفوها بعد الترتيب. طبعا وانا هيك لسه بدي ارتب والنفاق، اما رجعت حاولت انيمه مرة تانية، وبعدها رجعت كملت شغلي. هي هون بعد ما رجعت نيمته مرة تانية ورتبته اخيرا البيت. هي اول غرفة بتكون هيك خالصة، مسحت هاي القرنة كلياتها. هاي المدة البنات لحية الطب بتكون مثل البلاط، يعني تمسيحها بيكون جدا مريح، فمنيحة كتير. زبطت الغرفة وانتقلنا للقسم الثاني. هون كان في عندي كم مشكلة، انه من فترة وانا حابة اني اعملها. اول شي نشرت غسيلات حمودة، وبعدها كان عندي التعلوقة مليانة غسيل، كل ما بنزلها بتتملى، كل ما بنزل الغسيل منها بتتملى. فبلشت اشيل الاغراض اللي على التعلوقة وما لها لازمة. فاول شي هي عملتها رتبتها، وبعدها الطاولة اللي بالصالون زبطتها، كان فيها كمان هيك كم شغلة ما هي عجبتني، فمسحتها زبطتها ورجعت يعني كل شي مطرحه. هلا كان في مادة يعني موجودة عندي وما هي لازمتني، قلت بستعمل لانه بمدها هون مشان ما اضل امسح. فما بعرف، عند اللي مديتها حسيتها ابدا ما أنا حلوة. اعطوني رايكم انتوا، احكوا لي اذا حلوة ولا لا. انا حسيتها ابدا ما هي زابطة وما أنا حلوة، بالعكس يعني غامق، لونها كثير غامق، ما حبيت فشلتها. شوفوا هي المادة، لونها صاير فضي تقريبا، هيك فضي يعني لونها، ما حبيتها، ما حسيت، ما صارت ابدا، شلتها فورا. حسيتها يعني ما لها لازمة، اللون الاساسي احلى. وعلى فكرة صبايا، انا اصلا انا ملزقة هاي الطاولة، انه انا جايبت لها لزاق وملزقتها، فهي لونها الاساسي لسه غير. بعد رتبت التعلوقة مثل ما قلت لكم، كان عليها كتير شغلات ما لها لازمة ابدا. وبعد ايش عملت صبايا؟ احكوا لي انتم من وين، من اي بلد عم بتتابعوني. شوفوا هذا الترتيب. اول شي حطيت القطة، بعدين حسيت القطة ما لها لازمة، وصارت هي الطاولة كتير معجقة فشلتها. حسيت هيك اخف احلى. وهي كانت محطوطة وما لها لازمة، لانه هي الخزينة اصلا فيها رفوف، فشلتها. ما بعرف ليش كنت حطيتها اصلا. وهيك بكون خلصت جزء
من الحوسة. لسه في عنا شغل، بس كنت عم بشتغل على 100 مهلي، يعني على أقل من 100 مهلي، وحتى لو ضل عندي شغل فبأجله لليوم اللي بعده واللي بعده عادي. مثل ما قلت لكم أولوياتي إنه أهتم بابني. أعطوني رأيكم بالترتيب صبايا، تعليقات في التعليقات، قسم التعليقات حتى تشاركوني تحكولي. هي هون كان عندي غرفة النوم وكان عندي كتير غسيل بده طوي، فحكيت لحالي إنه إذا صار عندي وقت أكتر برجع وبطوي، ما صار عندي وقت فما بطوي، لو ضل عندي وقت اليوم فبطوي. كمان كان المطبخ كتير مكركب، فأول شي رتبت المطبخ، هذا أول شي عملته، رتبت المطبخ. شوفوا هيك قبل وهلأ بعد. أول شي هاي المنطقة على طول بتكون فوضى، بس تركيها 5 دقايق بتصير كلها فوضى. ما بيحطوا الخبز بالصندوق، بيحطوا برا. أنا بحطه بالصندوق، والتمر حطيته فوق لأنه ما شاء الله كتير طيب هذا التمر، فعمال بيضلوا بيفتحوا البراد، فحطيته برا. قلت خلص خليه ياكلوا برا وخلص، يعني بلا ما يضلوا يفتحوا البراد ويسكروا. ومسحت هون كمان صبايا، أنا كمان ملزقة هون، يعني أنا جبتها ما كان لونها هيك، بس هي قصة طويلة التلزيق، فأنا لزقتها هون. يعني هذا اللزق كان للمرمرة، فخرب عنا المطبخ، فشلت اللزق من المرمرة وحطيته هون. وهذا اللزق هو بيكون قصدير، يعني ما انه لزق مثل هذاك النايلو اللي بينحط ما بينشال، لا هذا قصدير نوعه منيح، يعني قصته طويلة كمان. فكنت منزلتها على قناتي هديك من زمان، لأنه هذا اللزق أنا مشتريته من زمان كتير كتير. هلأ هون رجعت شفت الغسيلات وشفت غرفة النوم بدها ترتيب، فكرت أرتبها ولا أروح أصلي. فدا قلت لحالي لا يا بنت، خدي لك دوش وروحي صلي، بعدها لو صار عندي وقت برجع مرة تانية للغسيلات. يعني هدول لأنه ما نون الأولوية تبعيتي فتركتهم على جنب. شفتوا قلت لكم بشتغل على 100 مهلي، ما بشتغل 1000 شغلة باليوم، لا شوي شوي، 100 مهلي. بحسن بعملها، بحسن ما بحسن بلاها. هاي المطبخ بعد ما خلصته هيك صار شكله. وبعد رجعنا لغرفة النوم حتى أضبطها. عندي هي البرداي، ما أنا برداي قماشة، هي اجتني هدية قماشة، فماني عرفانة ايش بدي اعمل فيها هي القماشة. فكرت كثيرا ولم اجد لها حل، فضبيتها ورفعتها. قلت لحالي يا بنت ارفعيها شوفي ايش بتصير. هي يا بنات غربول، يعني ممكن تصير برداي، اكتر شي بتصير يمكن برداي او يمكن غير شي. هلا انا عندي ماكينة خياطة بس ما بستعملها، لاني انت ما بتصير الا للقماش الرقيق. وبتعرفوا انه اكتر شي نحن يعني اغلب الاولاد لبسهم بيكونوا قماشه سميك، فما صارت معي. هي ما بتصير الا للي كتير رقيق، يعني ممكن افصل فيها اخيط فيها برداي، اخيط فيها مثلا وش مخدة جرجف هيك شي، بس ما بيتخيط اكتر من هيك شي، بدها كتير رقيق. هي غرفة النوم خلصتها. بعدها يا بنات رجعت صليت العصر، وبعدها التهيت بشغل البيت اللي كتير. وهلأ هيك ختام الفيديو، كاسة شاي، وبشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديدة. اذا عجبكم محتواي وحابين انزل فيديوهات اكتر فدعموني بلايك من فضلكم واشتراك. سلامات.